اللهم في هذا الصباح، اللهم إن أمورنا بيدك وقلوبنا تتوكل عليك. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، وارزقنا من حيث لا نحتسب بقدرتك وعزتك يا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في خير وفي احسن حال دايما يا رب. هنعمل النهاردة مع بعض التفريزات كده. هنعمل برطمان مخلل معانا كده مشكل حلو، وهنعمل معانا هنقشر التوم وهننضف الفلفل، وهنعمل برطمان برضو هريسة كده بتاع السمك. هنجهزه معانا في جنب لأي تحضير، طبعا سمك دقة أي حاجة احنا عايزين. ومعايا الفاصوليا الخضراء هنفرزها مع بعض. تعالوا بقى يا بنات هنعمل الحاجات دي مع بعض. اول حاجه هنبدا بقى طبعا الفاصوليا، لازم انضف الفاصوليا كده. هشيل الحاجات اللي في الطرف من هنا وهقطعها مع بعض. ماشي، يلا يا حلوين تعالوا بقى نشوف هنعمل مع بعض ايه. الفاصوليا دي بنات انا كنت جايباها طبعا معاها في التسويقه، بس انا الصراحه حطيتها في التلاجة كده. تاني يوم هعملها، اجيبها اخدها طلعتها من التلاجة عشان اعملها. بشيل الطرف من هنا ومن هنا، ومعايا طبق تاني وبقطعها كده. هي الفاصوليا لسه طالعه وطريه وحلوه معانا. جبت كيلو كده بس هعمله. مين بقى بيحب الفاصوليا الخضراء كده زيي؟ خضروات طبعا بتاعت الشتا كلها ما شاء الله عليها، ربنا يدومها نعم علينا يا رب. هنصلي على الرسول كده واحنا شغالين ونبدأ بقى. واللي قاعدة كسلانة زي كده تقوم تشجع وتعمل لها كوباية شاي، كوباية قهوة، أي حاجة تفوقها كده. بس ولا لازم كوباية القهوة هي اللي هتفوقك طبعا. تعمل لها مج قهوة كده زي العسل، وحات اللي معاكي واقعدي كده زيي وفرشي على الأرضية واشتغلي. مين بقى مستنظر الفيديوهات القوية بتاعتنا بقى؟ خلاص باقي على الحلو تكة، تكة صغيرة اوي كده وخلاص. هنزل لكم الحاجات الحلوة كلها ورا بعض. هعمل بقى كده بقية الكمية دي كده كلها، امسكها واحدة واحدة انضفها. وساعات كمان بعمل كمية كده مع بعض الطرف ده كده علشان ما ياخدش وقت معايا وانا بعمله. بحطهم كده على بعض، شايفيني؟ واروح جاية عنهم كده بقى مع بعض كده بينجز معايا بقى، ما باخدش معايا وقت كتير. بسويهم كده كلهم من هنا زي بعض، واروح جاية عاملاهم بقى. طبعا الحتت الصغيرة هتقع ولا شايفينه. هكمل بقى كده بقية الكمية كلها، هكمل الكمية دي كلها وارجع معاكم تاني. هنا يا بنات بقى خلصت الفاصوليا كلها تقطيع اهي.
كده. هشيلها كده بقى على جنب. معايا هنا طبق تاني وده خيار عشان هنعمله مع اللفت ده كده مخلل. من جماد انا كنت جايبه كيس صغير وكيس كبير. شكل الخيار بتاع المخلل جوه هجيبه وارجع له. ده برضو كبير، يبقى هو ده بتاع المخلل اللي انا جايباه. كان نفسي اجيب اصغر من كده برضو. اشيل بس الحتت دي كده واحط الخيارة بحالها. كفاية كده علشان البرطمان يبقى ياخد معانا اللفت والمخلل ده. معايا هنا ده فلفل عشان هنعمله دقة. نعمل الفلفل ده دقة للسمك كده. دقة للسمك بالثوم عشان نحطه في الفريز. هاخد منه كده قرنين شطة، اشيل بس القمع بتاعه ده. احط هنا كده كام قرن شطة كده عشان هنحطهم مع المخلل. كفاية كده مش هكتر عشان هو حامي اوي. هسيب كده الفلفل ده بجنب. لما نبدأ ننضف معانا برضه اللفت اللي هننزل كده. انا هاخد ده كده عشان ارمي الطيور، وهنضف الراس دي. باجي هنا عند الحتت الوحشة دي وبشيلها. اكسر دي شوية. انا بحب العروق دي يا بنات، ما برماش كده. نضفه كده. نضفه الاول من الحاجات الوحشة والطينة اللي فيه دي كده، وبعد كده نخرطه. اللفت اليومين دول طري يا بنات وحلو. كل سنة وانتوا طيبين بقى. الشتا احنا قلنا الخضرة بتاعته كلها بتبقى حلوة وطرية. كده تمام. حتى الحاجات اللي عاملة زي الشعر ديت هنا كده انا بشيلها. اي حاجة مش عاجباكي طبعا انت بتشيلها وتنضفي كده عشان ايه الحاجات ديت طبعا احنا هناكلها وولادنا هتاكلها. ده قلبها ناشف كده قوي فمش عاجباني.
تحس قلبها ناشف قوي زي اللي انا شفتها ديت بلاش تعملها عشان هتبقى وحشة ناشفة قوي. خلاص خلصنا كده، نحط ده بقى هنا كده ونشيله في جنب. في ناس بتاخد لك الورقة اللي هي زي دي كده بياخدوه يعملوه محشي، ورقته طرية وحلوة، بيتعمل محشي الورق ده يا بنات. كده هنضفه خرطه كده علشان هاخده على الحوض اغسله كويس واحط عليه تاني ميه نضيفه وانقعه علشان ينزل اي حاجه جواه. طبعا ما بتحبي بالقطاعه، انا عندي قطاعه اللي هي بتبقى دايما الاشكال دي، بس هعمله كده على السريع. خرطه بايديا كده وانا شغاله. القلب ده كده مش حلو فهرميه. خلصت يا بنات بقيت الكميه كلها اهي خرطتها، ومعايا الخيار ده حاسه اللي هو كبير قوي، هقسمه كده نصين واحط، هقسم الواحده بس نصين كده واحطها اهي عشان اخد كل ده كده هاخده اغسله وانقعه بالميه زي ما احنا قلنا. دي صغيره هحس اللي هي كبيره هقسمها نصين، الصغيره هسيبها. ده الشطه اللي احنا قلنا عليها، هناخد ده كده برضو في جنب عشان نغسله. هاخد المخلل اللي اغسله والفاصوليا علشان هغلي شويه ميه وودي غلوه واحده بس للفاصوليا معايا. تعالوا معايا بقى على الحوض. جينا مع بعض كده يا بنات على الحوض، هنغسل انا حطيت ميه تغلي معايا. تعالوا معايا كده، حطيت ميه تغلي معايا اهي عشان احط فيها الفاصوليا. تعالوا معايا بقى نغسل الفاصوليا الاول عشان نحطها في الميه. انا هطفي البوتاجاز، انا كده مش عايزه اسلقها جامد، انا بس في الميه المغليه ده هديلها بس ايه تقليبه واحده. غسلتها اهي، حطيتها في المصفى. شايفين الميه بتغلي معانا اهي يا بنات. هنزل طبعا بيها كده، ومعايا معلقه اقلب بها كده. الميه دي سخنه احنا لسه شايلينها طبعا بتغلى، تاخد بس صدمه كده في الميه المغليه دي. انا لما تاخد لها صدمه كده تعالى نغسل معانا حاجات المخلل. نضرب الشطه دي كده.
كده المية بتاعت الوش دي وأحط له مية تانية نضيفة. حطيت على مية تانية نضيفة اهيت، شايفين المية دي هو أبيض وحلو. هحطه بقى يتنقع معايا كده شوية، وهاخد الفاصوليا ديت. أنا شطفت المصفى ده، أنا شاطفة المصفى ده. هطلع الفاصوليا عشان أنا مش عايزاها تغيب في المية دي طبعا. لون الفاصوليا لونها هغير ازاي، انا مش عايزاها اكتر من كده. انا عايزه بس ال5 دقايق اللي انا سبتهم فيها دول، ولا ما كملوش 5 دقايق بس كده. اما تبرد معايا اسيبها بقى كده في المصفى تبرد وتصفى من ميتها خالص، تبقى بارده، اروح جايه حطاها في كيس بقى من بتاع التلاجة وعاملاها حطاها في الفريزر. وده بقى لما يتنقع معايا كده اصفي الخيار الاول. ده لما يتنقع معايا كده، ده لما يتنقع معايا هكون انا قشرت التوم ونضفت الفلفل علشان اعمل برضو معايا هريسه. انا رجعت بقى معاكم يا بنات كده تاني بعد ما سبت الحاجات كده تتنقع شويه عشان اي حاجه فيها تنزل. معايا الشبت ده انا كنت غسلاه، هعمله برضو افرزه واحطه في الفريزر. والفلفل ده هنضفه والثوم هنقشره. بس الاول هنعمل الشبت. تعالوا بينا يلا. انا كنت غاسله يا بنات الشبت والكزبره ديت منضفاها طبعا، وغسلته وسبته لما يصفى معايا. معايا كده مقص، والبوله دي نضيفها. الشبت انا سبته ما نشف معايا خالص عشان لما احطه في الفريزر يبقى لونه حلو واخضر، ما يطلعش معايا لونه اصفر. لما احط الشبت ده كده في الفريزر متفرز برضو في كيس اللي هو اكياس اللبن ديت، بفرز فيها الحاجات دي. لما بكون محتاجه شبت ومفيش حد ان هو يجيب لي شبت، ولا ما محتاجاه يعني ضروري، بطلع من الشبت اللي هو في الفريزر ده واستخدمه منه. برضو بحط منه في دقة السمك لو انا هعمل دقة للسمك ولا حاجة، بطلع الشبت كده اخد منه حبة واروح جايه حطاهم في وسط الدقة. والمحشي واي حاجة طبعا بتبقى محتاجة فيها شبت متفرز. الشبت ده كده بيبقى الوقت المنجز عندي لما يكون مفيش عندي طبعا شبت.
كمان الكزبرة برضه اهي، بخرط الشبت والكزبرة وبقلبهم الاتنين في بعض. بس يا بنات اهو الشبت كده اهو، هشيل بقى كده الشبت كده في جنب كده، خلصته. هجيب بقى معايا الفلفل ده. ماما هتاكل ده، هتاكل ده. الشطة ده حامية معانا يا بنات، اعملها كده وانا تحت المايه عمالة بقى. انا جبت الفلفل ده الاحمر، هو بلدي بس محمر شوية علشان يدي لون حلو كده. فلفلاية بلدي ازاي بس لونها احمر كده، مش احمر قوي، احمر فاتح بس شكلها حلو، هتديلنا لون حلو في الدقة مع التوم طبعا والحاجات دي. الحاجات دي طبعا هناخدها خسارة، الفلفل غالي والحاجات بقت غالية نار، لازم نحافظ على كل حاجة عندنا، معادش حاجة بتيجي أبدا بالساهل. شكله حامي قوي فمش هكتر، لان هو شكله حامي قوي يا بنات عشان ميبقاش حامي قوي كده علينا. ناخد بقى اللي في الكيس ده كده من الحاجات ده وانضفها، اغسله واشيله في كيس تاني، وده كده جاهز معانا. هنا التوم، عايزة اقشر شوية توم كده حلوين لان التوم بدأ يفرغ عندي، وقلت استفاد بيه بدل ما يترمى خسارة، عشان احنا لسه قايلين ان الحاجة كلها بقت غالية، ما عادش حاجة رخيصة خالص، فلازم قبل ما الحاجة تبوظ عندنا لازم نلحقها كده ونفكر هنعمل بها ايه ونعمل. اقشر كمية التوم الحلوة ديت، وبعد ما اقشرها هقولكوا احنا هنعمل مع بعض ايه. خلصت بقى يا بنات كده كمية التوم اللي انا عايزاه، هاخد التوم ده برضه اغسله واحطه يصفى معايا. كده الدقة خلاص كده يا بنات، ده الفلفل خرطته، وده كمان معايا ليمون
قطعت كده معايا 3 ليمونات، والثوم غسلته وحطيته. كل ده بقى هاخده كده مع بعضه، الشطة بالفلفل بالثوم بالليمون، هضربه معايا في الكبة. ماشي، تعالوا بقى نضربه مع بعض في الكبة كده. ده طبعا مية انا غليتها، سايباها تبرد معايا اهي عشان المخلل. وحطيت هنا شطة حامية، الحاجات اللي احنا كنا منضفينها ديت، غسلت الحاجة دي كويس وحطيتها. بعمل بقى الهريسة دي واحطها معايا في الفريزر في برطمان، واسحب منها زي ما انا عايزة. بثواني نعمت ازاي معانا. هفضيها كده معايا في البولة دي، عشان احنا هنحط لسه عليها شوية زيت وقبل ما نحطها في البرطمان. اكمل بقى بقية الكمية التانية. شايفين كده يا بنات، حطيت بقية الكمية هنا. هحط عليها معلقة ملح عشان تتضرب كده معاهم في الخلاط. حطيت معلقة، احط كمان نص، تتضرب كده مع بعضها عشان يبقوا ايه، لما يتضربوا كده هقلبهم مع بعض. خلصت الكمية كلها يا بنات، هقلبها كده ببعضها بقى عشان شوية الملح اللي احنا حطيناهم كله يتقلب في بعضه كده. وانا بقلب كده هجيب شوية زيت معايا، شوية الزيت يجوا كتار بس عادي مش مشكلة. نقلب بقى كده كله ببعض. الدقة دي بقى يا بنات منجزة ومنجزة بجد يعني. والثوم كان عندي هيبوظ وهيفرغ، طب والايه استفاد بقى انا بالثوم اللي عندي ده واعمل الدقة الحلوة دي. معايا برطمان ازاز اهو، اي نوع برطمان عندك، مش شرط حاجة معينة يعني. ده كان مكان جبنة عندي، فهنزل كده هرص هحط فيه الدقة دي. الفلفل هنا عمل معاه مية، احاول ان انا اصفي المية بتاعته كده. هناخد ميته دي طبعا مش هرميها، هاخدها احطها في قلب المخلل. الشطة بدأت تشتغل معايا. المية ديت بتاعة الفلفل دي طبعا مش هرميها، انا لسه معايا مهمة تانية هناخد فيها المية دي. بس كده تمام. شايفين البرطمان معايا اهو، اجيب حاجة امسحه، فوطة مبلولة كده، وبمسح الطرف من هنا كده. احط نقطة زيت، الغطا بتاعه وهقفله. شايفين الجمال ده؟ كده خلصت الدقة الهريسة والشبت، حطيته اللي احنا خرطناه حطيته في الكيس. الفاصوليا بعد ما بردت معانا خالص، سبتها لما بردت قوي يعني ساقعة، حطيتها برضو كده في الكيس، عملتها معانا أكلة. هنيجي بقى هنا للحاجات المخلل دي، احط ده هنا كده، ومعايا هنا برضو ده ليمون وفلفل، ليمون وفلفل وتوم، عاملاه كده احطه هنا عشان ايه، ده اللي يبقى المحلول اللي انا هسقي بيه المخلل. هجيب معايا الملح بتاعنا، نوسع الدنيا هنا كده. معايا ملح اهو يا بنات خشن، احط كده شويه واقلبهم في بعض. احنا عارفين ان الملح الخشن اللي هو ملح البحر ده بيبقى حلو قوي في المخللات وفي تحديق اي حاجه احنا بنحدق. انما الملح بتاع الطعام وكده طبعا اللي هو اللي احنا بنجيبه اللي هو الاكياس التاني. اقلب ده كله في بعض.
حسيت ان الملح داب معايا كده، هسيب ده كده في جنب، وهجيب معايا البرطمان اللي هحط فيه. ده البرطمان اهو يا بنات. البرطمان ده طبعا انا كنت غسلاه وحطيت فيه شويه ميه سخنه كده كتعقيم ليه، ورحت جايه مصفياه وحطيته في الشمس ينشف معايا عشان محتاجاه. هنا احنا طبعا غسلنا ده ونعناه. احط شويه كده في البرطمان، احط برضو معايا هنا خيار مع شطه. دي الشطه دي حاميه يا بنات نار. انا لما خلصت الحاجات ديت لقيتها مولعه نار. انا بحب اعمل حاجه كده بايديا، مش لازم ان انا البس قلافزات كده ولا جوانت في ايديا، بتخانق انا من الحاجات ديت. لازم الحاجه كده تبقى بايديا سريعه. هرص كده جنب بعض عشان ياخد معايا الكميه من شكله. ومعايا هنا كمان قطع بنجر كده من اللي متفرزه في الفريزر، هنزل بقى هنا عشان تعمل معايا لون حلو. كده تمام، خلصت معايا كده اللفت. كمل الخيار. انا عندي مهاب بيعشق الخيار ده يا بنات، كده بيحب الخيار المخلل قوي، عشان كده لازم اعمله وانا بعمل مخلل كده اعمله خيار. بسوا كده من هنا. ده كده معايا كمان. معايا برضو كمان هنا قطعتين من البنجر، هحطهم كده على الوش كده. المحلول ده كده بارد معانا. لو انت عايزه تاكلي المخلل ده في خلال 2 أو 3 هتحطي معاكي خل، زودي شويه الخل كده حلوين. انما انا هنزل بس بقيمه معلقتين خل علشان ما يتهرش معايا. احط بس قيمه معلقتين خل كده تمام. نجيب بقى المحلول ده. محلول طبعا برد معانا، مش هحطه سخن، بارد. استنى كده بالراحه اما تنزل معانا. فضينا كده كميه المحلول اللي معانا يا بنات، وههزه كده علشان طبعا كله يتغلغل في بعض. ايه رايكم بقى على الجمال ده؟ يستاهل منكم لايك حلو ولا ما يستاهلش بقى؟ هحط شويه زيت صغيرين قوي، بس شويه ميه كمان كده تمام. معايا المخلل، هقفل عليه كده. كده خلاص حاجتنا خلصت معايا. واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوناش بقى بدعوه حلوه طالعه من قلبكم.